السلام عليكم ومرحبا بكم في المطبخ ديالي. اليوم غنشارك معكم كيفاش تنشوي صدور الدجاج في الفرن بطريقة سهلة وتتجي لذيذة بزاف. مرحبا بكم. المقادير هي نص كيلو ديال صدر الدجاج. يقدر يكون تا الديك الرومي، الصدر ديال الديك الرومي تا هو تيجي زوين وبنين. خديت حامضة، 4 كاس ديال زيت العود، 4 كاس ديال يوغرت بدون نكهة، معلقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر، نص معلقة صغيرة الملح، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، نص معلقة الإبزار، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال لاموطارد وجوج دروس ديال الثوم. خديت قطعة ديال فلفلة ملونين جوج، وحده قطعة طماطم. الفلفلة غنستعمل غير نص من كل وحدة. الطريقة ان شاء الله تشوفوها. بسم الله على بركة الله. اولا غنعصروا الحامضة في العصارة اليدوية ونصفيو الماء من العظام. ناخذ الحامض اللي عصرناه في العصارة اليدوية ونكبوه مباشرة على الدجاج بهذه الطريقة. نسيت ما قلتش لكم بين ما الدجاج، صدور الدجاج اللي قطعتهم مكعبات وحطيتهم في القطبان الخشبية باش ما يعذبونيش، اللي يكون فيهم التوابل حتى يكونوا تيتزلقوا. من بعد تنزيد التوابل كلهم والزيت، المهم كلهم توابل في مرة. من بعد الحامض هو الاول ونخلطوا الكل. من بعد ما نخلط التوابل كلهم وتيولي على هذا الشكل. السر في هذا الطريقة هي الا خليتوه مرقد في هذه الإقامة حوالي ساعتين أو 3، ولو ممكن تطبخوه على زعما تمتمه. لازم من الأحسن تكون الطاوة بحال هكا على هذا الشكل، تديروا وحده في قلب وحده بحال هكا باش يبقى يتقطر الماء اللي تيكونوا تيطبخوا، تيجي حسن ولذيذ بزاف. تنديروا الحرارة في الفرن 180 وتنطبخوه داخل الفرن بين 25 حتى 30 دقيقة حسب الفرن، حسب حرارة كل وحدة وكل واحد الفرن ديالهم. نوريكم الطريقة من بعد ان شاء الله. بغيت نوريكم الطريقة كيفاش قبل ما تندخلوا الفرن تيكون على هذه الطريقة هكا. درت نص ديال الفلفلة الخضراء ونص ديال الفلفلة ديال هذه الليمونية ولا الصفراء، ومطيشه وحده قطعتها مطراف هكا باش ما تينشفش لينا الدجاج في داخل الفرن وتيجي لذيذ مزيان. غيعجبكم ان شاء الله. ولما طاب خرجته من الفرن وهكا تيتشاف. غنقدموه مع الحريره وشي صالاد عاديه بالصحه والراحه. والله يخليكم خليوا التعليق ولا بغيتوا تعرفوا اكثر ولا ما فهمتوش شي حاجه على الراس والعين، شرح لكم كل شيء من الاول. بالصحه.